السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم شيوات مزينه. اليوم ان شاء الله وصفه سهله بزاف، رخيصه بزاف وبنينه بزاف. دوائر او كفته ديال الكورجيت كيجيو ولا اروع، كلشي متوفر عندك في البيت، غادي يعجبوكم وتعاودوا تحضروهم، تاكلوهم هكذاك او تحضروا بهم سندويتشات. ما تحتاجوا لا لحم ولا دجاج. فرحوا وليداتكم باشياء بسيطه ولذيذه في نفس الوقت. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وتعاليقكم، وشكرا. خليكم مع التفاصيل. هنا عندي الكورجيت، الكميه على حسب الرغبه ديالكم. غسلتها مزيان طبيعه الحال وغادي نقشرها، ما تقشروهاش بزاف، غير شي شويه يعني، ما تحيدوش ديك القشره بزاف. وهنايا ملي ساليت غادي ناخذ حكاكه الجهه الغليظه وغادي نحكها. هنايا الوصفه هذه انا درتها غير بالكورجيت، نتوما تقدروا تزيدوا البطاطا، تزيدوا خيزو اللي بغيتو. غادي نكمل هذيك الكورجيت كامله نحكها ونرجع معكم. صافي هنايا ملي ساليت غادي ناخذ هذيك الكورجيت اللي حكيت ودرتها في هذه الصفايه هذه. كان عندكم الوقت كتخليوها 3 ديال الدقائق هكذا باش كتصفى. ما كانش الوقت انا غير كنضغط عليها هكذا. داك الماء اللي قطر منها راني حيدته، عاد درت رجعت الكورجيت في هذاك الاناء، وخديت واحد الريس ديال الثومه اللي تقدروا تعوضوه بالثومه بودره. صافي كنحكها في الجهه الرقيقه. وهنا خديت واحد البصيله اللي صغيره وقطعتها مربعات. انا البصله ما تكثروهاش، تقدروا ديروا بصيله صغيره اولا ربع بصله كبيره. يعني البصله الا كانت كثيره في هذه الوصفه ما كتجيش زوينه. خديت المعدنوس اللي غسلته مزيان حتى هو قطعته، ماشي ضروري تقطعوه رقيق. وصافي غادي نضيف البيض. انا الكميه اللي درت لها 2 بيضات. نتوما الا درتو كميه ديال الكورجيت كثر راه كتزيدوا في البيض. التوابل كندير الملح، البزار راه ما تصورش حتى هو درتو، وشويه ديال القزبر حبوب مطحون. فقط هاد التوابل اللي كندير. غادي نخلط، واخر حاجه غنضيفها هي الدقيق. انا درت 3 ديال الملاعق كبيره ديال الدقيق. هنا تقدروا ديروا حتى الدقيق الكامل. ولا درتو كميه كتر من هاد الكورجيت اللي درت انا كتزيدوا في الدقيق طبيعه الحال. صافي خلطت مزيان وغناخذ مقله شعلت على العافيه. درت الزيت النباتي، انا ما كنكثرش، غير شويه. ملي كتسخن الزيت كنبدا كنفرغ في الخليط، كندير دوائر بحال هكذا كما كتشوفوا. في الاول كنجهد على العافيه ومن بعد كنقص عليها باش يطيبوا. ملي كيشدوا في ريوسهم هاد الدوائر كنقلبوهم باش يتحمروا من الجهات بجوج. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنسالي ديك الكميه كامله اللي عندي. هنا ملي كديروا القليه الاولى والثانيه، داك الخليط اللي كيبقى لكم ديال الكورجيت راه كيطلق هذاك الماء. تقدروا تزيدوا ملعقه كبيره هكذاك ديال الدقيق باش تعاودوا تجمعوا. صافي هنا ملي كنسالي الكميه، يعني ساليت الكميه كامله اللي عندي. المقله راه كيبقى ليا فيها شويه ديال الزيت. خديت الورق ومسحت هذوك الشوائب وخليت فيها شويه ديال الزيت. ودرت واحد تقريبا مكعب ديال الزبده. خديت مطيشه قطعتها دوائر، غسلتها مزيان وما قشرتهاش، وقطعتها دوائر. درت لها شويه ديال الملح والبزار، وخديت واحد الضريس ديال الثومه قطعته هكذا غليظ ودرتو معاهم. هنا العافيه راه كتكون مجهده. ودرت العسل، هنا من الاحسن نديروا ملعقه صغيره ديال العسل تكون عامره شويه. صافي كنخليهم كنبقاو نقلبوا هاد الدوائر حتى كيتحمروا. انا كتعجبني مطيشه بهذه الطريقه هذه، كتجي معسله ومحمره زوينه. نتوما كانت كتعجبكم ديروها، ما كتعجبكمش صافي. انا راه غير عجباتني وبغيت نشاركها معكم. صافي هنايا كنطفي على العافيه. وهنا في الصحن ديال التقديم خديت هذوك الدوائر درتهم هكذايا، دورتهم وخليت هذاك الوسط خاوي. ودرت هذيك مطيشه. هاد المطيشه راه جات زوينه. الطبق هاد الوصفه كامله يعني هاد الدوائر مع مطيشه جاو زوينين بزاف. هاد الدوائر هادو ديال الكورجيت تقدروا ديروهم سندويتشات، ما تحتاجوا لا كفته ولا دجاج ولا حوت. ديروهم غير سندويتشات هكذايا مع شويه ديال المايونيز وشويه ديال. الا ما درتوش هاد المطيشه ديروا مطيشه اللي هكذاك خضره ما طيباش، والبصله حتى هي تكون ما طيباش. راه كيعطيونا واحد المذاق زوين، كيفرحوا بهم وليداتنا بزاف. ووصفه اللي اقتصاديه وصحيه بزاف. نتوما بان لكم الشكل ديالهم راه كيشهيو صراحه. كنتمنى الوصفات تنال الاعجاب ديالكم. بصحه وراحه.